حديث كان أفر طبنات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحير أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كنت وحانها أمشي متسعدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله إلى جرين كيس أيان صعدي وعليه نبينا صلى الله عليه وسلم دشي سوحا هذه برد قو ونجراني نجران لو آني يعني مش لقصو سميوي غليظ الحاشية درفتي سن أي أدقتهاي يوميش فيدي سي أدقتهاي فأدركه وحا صوحا ليلي النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي نرير بادية فجبذ وجيدي نكرير بادية هو النبي صلى الله عليه وسلم بردائه قئيسه جبذة جيدة أو شديدة أو آد ضرن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتو سوغاري أيو قئيس السي يعني حق بدن أيو أجيدي سي زائد أيو أجيدي فنظرت مركز أيام في رأيولي أنس رضي الله عنه وارضاه إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قورتيس أيام في رأي قارهان حلقان النبي صلى الله عليه وسلم قورتيس حلقان أيام في رأي وقد أثرت أيضا يعني راد أي كويلتي بها قورتي حاشية البرد يعني قوي درفتيسة أي قورت النبي صلى الله عليه وسلم راد أي كويشي يعني ويحقذي من شدة جبدته يعني جيدتان كيسي آدك أدرنا سي حق بدن أي أجيدي ثم قال وحير نكرير باديها يا محمد مر أمر لي أنو إي أمر من مال الله إلهي مال كيسة الذي كاسو عندك أكتاد أحاضي إلهي حوليه سو أكتاد أحاضي إي أمر أو هل إسيوي أسوأ لبات يطلب قارسيي نبي عليه الصلاة والسلام أيها الدن وحوليه محمد وحولها ورب سبحانه وتعالى اسكليه أكتاد أحاضي إي أمر هل إسيوي فالتفت مركز وفيري إليه أسي حقيس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم يعني رسولك صلى وفيري ثم انت اسكدب الضحك وقص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انت اسكدب أمر وأمر له أسوه بعطاء السيسمة وأمر إن وحلسيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحريسيس أسوه الدبات وحول بلق قارسيه أيونيكي فيرنا يا ونقولوا العدينة وكقص لايا حدن وحو أمرها إن وحلسيه هلسي أيو يري marka xadiidkan waa xadiid aad u qiimo badan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuuna ka sheekeynayaa naxariistiisa Anas bin Malik wuxuu leeyahay waxaan la socday nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu watay ama dushiis waxaa saarnay go' oo najraan laga soo sameeyay waa magaalo weyn go'aasna daraftiisa ama fiidiisa meesha u dambeysay aad bay u qalabsanay way adkeed nin reer baadiye ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gaaray soo xaleelay ama ka daba imaaday markaas oo go'is ayuu jiiday si xoog ayuu u jiiday waliba dadka reer baadiyaasha waa dad iska qalafsan waa dad aan naxariis ku jirin waa dad aan ixtiraamkii uu ku yar yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu soo gaaray ayuu go'is qabtay markaas uu ku jiiday si xoog ah Anas wuxuu leeyahay radiyallahu anhu wardaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qoortiisa ayaan fiiriyay ayadoo waliba raad uu ku yaalo يعني نينكي رير بادية قوي حقو وجيدي ايا النبي صلى الله عليه وسلم قورتي سراد يا سو غاري كدب وحو ير نينكان محمدو حولها الهي اسكليه اكتادا اهادي اي امر هل اسيو النبي عليه الصلاه والسلام داس كدب و فيريي و ku qoslay كدب وحو ير xalasiyo marka waa naxariis iyo samafal oo nabiga عليه الصلاه والسلام xaqiisa ka ahaatay wi marka qofku waxa la doonayaa qofka muslimka ah dadka agtiisa jooga inuu naxariisto u samafalo uusan ku dayin way intuu dulqaadan karo inuu dulqaato la doonayaa